السلام عليكم. اليوم غنوجدوا تحليه بجوج طبقات اللي غتنفعكم ان شاء الله لهذا الشهر المبارك. تبعوا معايا باش تعرفوا الطريقه. في كاميله صغيره ولا كاسرونه غادي نحتاجوا نص لتر ديال الحليب. غنضيفوا ليه 3 المعالق كبار ديال سكر حبيبات ومعلقه كبيره ديال النشا. وغادي نحتاجوا واحد الساشيه ديال مسحوق الفلون بدون نكهه ولا بنكهه ديال الفاني. غادي نحركوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتها على البارد. عاد غادي نديروهم في نار مهيله ونبقاو نحركوا حتى الخليط ديالنا يبدا يتقال. ملي يتقال لينا الخليط ديالنا غادي نطفيو عليه. غادي ناخذ هاد الكويسات صغار وغادي نعمرهم، ما غاديش نعمرهم حتى الفم حيت غادي باقي نقادو الطبقه الثانيه. الا كان الجو بارد تقدروا تخليوهم غير حداكم فوق سطح العمل، اما الا كان الجو سخون فمن الاحسن تحطوهم في الثلاجه. وغادي نبقاو حتى نساليو الكميه كامله اللي عندنا ديال الفلون ونخليوهم يرتاحوا شي شويه بلا ما قدينا الطبقه الثانيه ديال التحليه ديالنا. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاجو فيها نص لتر ديال عصير الليمون. ضروري خاصكم تصفيوه كيف ما كتشوفوا باش نجمعوا داك الدخل اللي كيبقى لينا في عصير ديال الليمون. بما ان العصير ديالنا ديال الليمون كيكون حلو انا غادي نضيف غير 2 معالق ديال السكر حبيبات. وبحال الطبقه الاولى غادي نستعمل علبه واحده ديال الفلون. تقدروا تستعملوا بدون نكهه الا لقيتوها، الا ما لقيتوها استعملوا بنكهه ديال الفاني. غادي نحركوهم على البارد ونديروهم فوق نار مهيله حتى يعقد لينا العصير ديال البرتقال ديالنا. قبل ما نديرو الطبقه الثانيه غادي ناخذ خليط ديال الفواكه. انا كان عندي شويه البنان، التفاح، بعويد، التوت والكيوي. تقدروا ديروا اي فاكهه كتعجبكم ولا متوفره عندكم في الدار. غادي نحاول نعمر مزيان الكويسات ديالي على هاد الشكل اللي كتشوفوا. منين نعمروا الكويسات ديالنا بالفواكه غادي نحاولوا دابا نعمروهم بالطبقه الثانيه اللي وجدناها مع بعضياتنا. انا متاكده الا جربتوا هاد التحليه غتولي معتمده عندكم في هاد الشهر المبارك، بالخصوص الا كانت عندكم شي عراضه في شهر رمضان. جربوها، راه ديال تحميره الوجه. لما قديت الطبقه الثانيه في الكويسات ديالي كاملين غادي نديروهم نغطيوهم بطبيعه الحال بالسلوفان وغادي نديروهم في الثلاجه يرتاحوا. انا خليتهم على الاقل ساعتين ديال المكانه وهكا كيكونوا شادين عاقدين في راسهم والمذاق ديالهم يا سلام. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا لايك، كومونتير زوين، تشاركوه مع الناس اللي كتبغيو. بصحه وراحه.